مساء الفل. يا ترى المحامي ممكن يكون بياخد كام في مصر او في دول الشرق الاوسط عموما؟ ناس كتيره سالتني عن تفاصيل شغل المحامي في دول الشرق الاوسط، فحبيت اجيب لكم التفاصيل على قد ما اقدر. يلا بينا. بص يا سيدي، المحامي ده بيكون حلقه اتصال مهمه جدا في اي نزاع او خلاف او حتى اي تضارب قانوني ممكن يحصل في اي مجال في البلد، من اول الراجل اللي ضارب مراته ورفع عليه قضيه في محكمه الاسره عشان ابويا حلاق ابويا حلاق لحد اعلى درجه قضائيه ممكنه، زي الخصومه الدوليه ما بين بلدين مثلا على قطعه ارض او حدود بحريه او حتى مديونيات. في الضرايب ماشي، في المشاجرات ماشي، في العقود التجاريه تلاقيه، في اي قضيه بيدوس. دي اتعب القضيه اللي كنت بترافع فيها، وده جلابيه وفانيلا والباسم كنت بايت ماشي وده عرفت القضيه، ودي حته حشيش مالناش دعوه بيها. حتى قعدات الصلح عندنا كان في محامي كبير في المنطقه بيجي يحضرها عشان خاطر يحلها. مجال قماشته واسعه بطريقه غريبه، فلو افترضنا ان كل مجال في الدنيا محتاج شبكه من الخيوط والمسارات القانونيه عشان تقدر تمشي فيها، فالمحامي هو الدليل فعليا اللي يقدر يعرفك الشبكه دي بتشتغل ازاي. مهنه في منتهى الخطوره ومحتاجه واحد ذكي وسريع البديهه وبيشتغل على نفسه باستمرار، لان القوانين فعليا بتتغير طول الوقت على حسب التغيرات السياسيه والاقتصاديه في كل دوله. وعشان الشغلانه دي فيها مليون بند، وعارف ان اختصاصات ودرجات المحاماه كتيره ومتشعبه جدا، وعارف كمان ان في محامين بياخدوا ملايين في قضايا كبيره. بس احنا دلوقتي هنتكلم على المتوسط الجميل اللي ممكن اي شاب يفكر فيه لو حابب يشتغل المهنه دي او يدرس قانون. يلا بينا نشوف مع بعض المحامين بياخدوا كام في الدول دي. المرتب بتاعك لو انت شغال محامي في مصر فهيكون في رينج من 4000 جنيه لحد 27000 جنيه، وده بيختلف على حسب الخبره او درجه المحامي وتخصصه نفسه. وهنا احنا بنتكلم عن الشريحه الاكبر، واكيد طبعا في استثناءات للموضوع. اما بقى لو شغال في السعوديه فانا اتفاجئت بالموضوع ده. السعوديه لا تسمح لغير السعوديين بالعمل في المحاماه الا من خلال شروط صعبه جدا، وعن طريق مكتب محاماه اجنبي برخصه دوليه، ولازم المكتب ده يتفق مع الشروط اللي هتتعرض قدامك في الصوره دي. وتقدر توقف الفيديو لو حابب تقرا الشروط دي بتركيز اكتر. يبقى يا صديقي، انت لو سعودي وناوي تشتغل محامي في السعوديه، مرتبك هيكون في رينج من 15000 ل 45000 ريال في الشهر. ولو انت عايز تشتغل في الامارات فللاسف الامارات لا تسمح لغير الاماراتيين بالعمل والمرافعه قصاد المحاكم الاماراتيه هناك، والحل الوحيد انك تشتغل هناك ان انت تكون مستشار قانوني، يعني دورك يقتصر على الاستشارات القانونيه وكتابه وتحضير المرافعات بس. فهنوجه كلامنا هنا لاخواتنا الاماراتيين اللي ناويين يشتغلوا في المحاماه هناك، ودول رواتبهم هتكون في رينج من 20000 لحد 55000 درهم شهريا، والرقم ده مش سهل ابدا توصل له، وبيكون غالبا للخبرات العاليه فوق ال 15 سنه. ولو افترضت ان انت مصري وهتشتغل مستشار قانوني هناك فتقدر تضرب المرتب ده بنسبه 30 ل 50%، وده على حسب سنين الخبره برضه. يعني المحامي المصري هياخد تلت او نص اللي بياخده المحامي الاماراتي اللي على نفس عدد سنين الخبره هناك. اما بقى لو شغال في دوله الكويت الشقيقه فبرضه انت لو وافد او مواطن اجنبي او غير كويتي هتضطر تشتغل تحت بند مستشار او مندوب لمكتب المحاماه الكويتي هناك. يعني ممكن تقوم بكل اعمال المحامي الاعتياديه هناك، من استقبال العملاء وتحديد الاتعاب وتحضير المرافعات وكتابتها، لكن في الاغلب اللي بيقوم بالمرافعات قصاد المحاكم هناك لازم يكون مواطن كويتي. والرواتب هناك للوافدين بتكون حوالي من 300 دينار لحد 1500 دينار شهريا. اما لو انت محامي كويتي هناك فالراتب بتاعك هيكون في رينج من 1200 ل 4200 دينار شهريا، وده هيكون على حسب الخبره برضه. وبالنسبه لقطر فبتطبق للاسف نفس القوانين برضه، ما ينفعش تشتغل هناك الا كمستشار قانوني بس، والكلام ده ضمن شروط معينه هتظهر قدامك دلوقتي. انما المرافعات قصاد المحاكم تقتصر على المواطن القطري بس، واللي الراتب بتاعه بيكون في رينج من 10000 ريال ل 28000 ريال شهريا، وده بيكون على حسب سنين الخبره. ولو ربنا كرمك وقدرت تسافر كمستشار قانوني في قطر فمرتبك برضه هيكون في رينج من 30 ل 50% من راتب المحامي القطري، ودي صوره بتوضح لك رواتب المحامين القطريين على حسب سنين الخبره. فاعمل حساباتك واعرف انت ممكن تاخد كام لو سافرت هناك. بس كده يا سيدي، اتمنى الفيديو يعجبك وربنا يوفقكم جميعا. سلام.